شفنا الماتش ديال توارقه مع الرجاء، مدرجات شبه فارغه في المباراه اللي فيها طرف عنده اكبر قاعده جماهيريه في المغرب. ما عرفناش واش ولا عزيز علينا نلعبوا الماتشات بلا جمهور، واش ولا كيعجبنا اننا نشوفوا مدرجات فارغه ونقولوا مريضنا ما عنده باس، او لا الا بغينا كره القدم توصل وتزيد لقدام في هادشي اللي شفنا خصنا الكره كدير الجمهور، بالتالي خص الجمهور يكون حاضر. عيب شوفوا مباراه اليوم فيها طرف اللي هو فريق رجاء الرياضي عنده اكبر قاعده جماهيريه اللي ممكن دوبل السعه ديال التيران ودايرين 900 ورقه. ما عرفناش كنخدموا غير مع البراني ملي كانت كاس افريقيا وملي كتكون التظاهرات يعني الدوليه، نبغيو الجماهير يحضروا، نشجعوا الجماهير، نوزعوا في الوراق كذا، اجوا حضروا. وفي الدوري الاحترافي كان الدوري الاحترافي ولا عيب، ماشي واحد يعني الدولي اللي خصنا نسوقوه وخصنا نعطيوه القيمه ديالو. هذا الامر هذا ما بقاش مقبول. خصنا نخدموا مادام درنا تيرانات على اعلى مستوى ودرنا فيهم كاميرات على اعلى مستوى، نديروا اجراءات امنيه على اعلى مستوى باش نضمنوا الحضور الجماهيري، وفي المقابل ما يكونش شغب. اما اننا نسوقوا هذه الصوره بهذا الشكل هذا ديال المدرجات فارغه في ماتش حنا عارفين توارقه ما عندهم جمهور كبير، ولكن فريق الرجاء الرياضي ما يمكنش تعطيه 900 ورقه وتقول لهم اجوا تفرجوا في الجماهير، هما غير لي زيلترا مع بعضياتهم. شوف شحال ديال العدد ممكن يعمروا دونور، ماشي غير الملعب ديال البلد. فكنظن بان هذه الصوره كانت صوره قاتمه، صوره اللي غير مقبوله، وبالتالي حنا كنظن باننا خصنا نجتهدوا شويه وخصنا نلقاو اجراءات ونلقاو حلول باش ان الجماهير تبدا تحضر الملاعب وما يكونش شغب. اما اننا نبداو نشوفوا مباريات بهذا الشكل فحنا راه كنضروا الصوره ديال كره القدم وكنضربوا عرض الحائط ديك العمل اللي درنا وهذا المستوى اللي وصلنا ليه على المستوى الكروي.